زي ما احنا عارفين ان كل سنة بينزل مسلسلات بالعبيط في رمضان، ممكن يكسروا ال50 مسلسل. في منها المسلسلات الحلوة والناس اللي بتحب تتفرج عليها، في منها المسلسلات الوحشة واللي بتقعد تتشتم طول رمضان، في المسلسلات اللي بيقعد يتسف عليها بس ان هي ولا تصنف مسلسلات حلوة ولا وحشة، هي بتبقى مسلسلات عبثية. ولكن بيبقى في نوع اخر بقى من المسلسلات، هي المسلسلات اللي محدش بيحس بيها خالص حتى لو فيها نجوم كبيرة. والنهاردة معانا 10 مسلسلات محدش سمع عنهم اي حاجة، وكنا عاملين برضو جزء للمسلسلات بتاعت رمضان السنة اللي فاتت. ونخش على اول مسلسل على طول، واول مسلسل معانا وهو وصية جده، وده من بطولة بيومي فؤاد. وانا حاسس ان بيومي فؤاد عامل معانا واجب بصراحة، تحس ان هو راجل خفيف على القلب كده، عمل مسلسل محدش حس بيه. والمسلسل ده على فكرة فيه ممثلين تقال او معروفين زي حمزة العيلي وليلى عز العرب، ولكن المسلسل محدش اتفرج عليه، واصلا بيتعرض على صدى البلد. ان صدى البلد دي اصلا يعني انت يا بتتفرج على احمد موسى على القناة دي، يا اما مش هتسمع عنها حاجة. شويه بلح مع شويه لبن، ننقعهم في اللبن كده اهو، كوبايه زي كده. هو ده ب3 ساغ. وتقييم المسلسل ده على موقع السينما دوت كوم هو 4.5 من 10. وانا هقول لكم التقييم بتاع المسلسلات دي على موقع السينما دوت كوم عشان اكيد مش هتفرج على المسلسلات دي. فانا اقول لكم التقييم بتاع المسلسلات على موقع السينما دوت كوم، وانتوا بقى تتوقعوا هل التقييم ده مناسب للمسلسل ولا لا. والمسلسل التاني معانا هو مسلسل السوق الحرة، وده مسلسل كوميدي برضو، يعني ده من بطولة محمد ثروت وويزو وهالة فاخر وحسام داخر ومحمد رضوان والناس اللي كانت في اول رمضان، وانا كنت منهم، عمالين نقول المسلسلات الكوميدي قليله وما فيش غير مسلسلين وبتاع. انت لو بصيت على المسلسلات الكوميدي اللي معروضه فعليا هتلاقيهم في النص الاول من رمضان 5 6 مسلسلات. يعني عندك المسلسلين المعروفين اللي هو مسلسل هي كيمياء ومسلسل بتاع فخر الدلت، عندك وصية جده والسوق الحرة، عندك مسلسل ياسر جلالي واعتبر مسلسل كوميدي. فانت كل المسلسلات دي هي على الورق كوميدية، في الحقيقة هي جلد ذات. وتقييم المسلسل ده برضه هو 4.5 من 10 تقريبا، واخدين رقم دعم مشترك. واصلا مخرج المسلسل ده وهو شادي علي، وشادي علي ده اصلا ممثل وليه حاجات ان هو كان طالع هو دكتور التجميل في الفيلم بتاع بنات العم لو حد فاكره. وتالت مسلسل معانا هو اسمه البخت، وده من بطولة مروان عبد الله، ده ممثل اماراتي. بعد كده كل الكاست مصريين، يعني عندك احمد عبد العزيز، عبير صبري، نسرين امين، احمد وفيق، مجدي كامل. والمسلسل ده جالي فضول اخش اشوف ايه اللي بيحصل، وهل الممثل ده هيتكلم مصري ولا اماراتي ولا هيعمل ايه. بعد كده شفت مشهدين بصراحه واتخنقت ما كملتش، قلت بقى اللي عايز يجرب بنفسه يخش يتفرج على المسلسل. والمسلسل الرابع معانا هو اسمه اسال روحك، وده من بطوله احمد فهمي وياسمين رئيس، وبيشاركهم في البطوله نهال عنبر وداليا مصطفى اللي هي عامله مسلسل تاني هنجيله كمان شويه، وآية سليم. وتقييم المسلسل ده هو 5 من 10. والمسلسل الخامس معانا هو مسلسل اثبات نسب، وده من بطوله ضرة اللي هي برضو مشاركه في مسلسلين 3 السنه دي، زي مسلسل علي كلاي مع احمد العوضي. والمسلسل ده انا كنت فاكره من الاسم لما عرفت اسمه الاول ان هو كنت حاسس ان هو بطوله زينه، ان زينه هي ده ستايل اسماء المسلسلات بتاعتها، ان هي كانت عامله قبل كده مسلسل ازمه نسب وزواج بالاكراه والحاجات دي. وبيشارك ضرة في بطوله المسلسل ده محمود عبد المغني ونبيل عيسى ونهال عنبر واحمد علي رزق. وتقييم المسلسل ده على موقع السينما دوت كوم هو 6.4 من 10، وده تقريبا اعلى تقييم للمسلسل من ال10 مسلسلات. وقبل ما نخش على مسلسل اللي في المركز السادس، يا ريت الناس اللي ما اشتركتش في القناه تشترك. انا عارف لو انت اول مره تشوفني هتبقى مسترخمني، بس انت هتحبني من اول 3 فيديوهات. يعني انت خلص الفيديو ده وشوف فيديوهين كمان هتلاقي نفسك حبيتني على طول. طب ما تجرب يا اخي، انت غرمان حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ لا انت خسران كل حاجه. والمسلسل السادس معانا هو مسلسل السرايا الصفراء، وده من بطولة وفاء عامر. ودايما كل سنة وفاء عامر بتعمل 3 4 مسلسلات، منهم مسلسل كده بيتعرض على المحور او في اي قناة، هي ولا بتتكلم على المسلسل ده ولا بتنزل اي حاجة ليه على السوشيال ميديا. تحس ان يعني دايما كل سنة ليها مسلسل كده بيبقى مسلسل مريب. استرها معانا يا رب. وكمان بيشاركها في المسلسل ده نجوم تقيله زي عمرو عبد الجليل ومنى عرفه وايهاب فهمي وساره سلامه. والمسلسل ده موجود على الورق وليه تقييم، يعني هو تقييمه على موقع السينما دوت كوم مش عارف 4.6 من 10 ولا 4.9 من 10. تيجي تبحث عنه ما تلاقوش يعني مش هتلاقي له حتى اعلان على اليوتيوب. ممكن بقى هل هيتعرض في النص التاني من رمضان؟ هل هو معروض دلوقتي على قناه في عالم موازي محدش يعرف عنه حاجه؟ بس حتى لو لسه ما اتعرضش والمفروض هيتعرض في النص التاني من رمضان، المفروض على الاقل بيبقى ليه اعلان على السوشيال
السوشيال ميديا، اعلان على اليوتيوب، اعلان على القناه اللي هتعرض المسلسل ده، لكن ما فيهوش اي حاجه. حتى الفيديوهات اللي موجوده على المسلسل ده او الاخبار اللي عنه تحس ان هي فيديوهات غريبه كده، مكتوبه بطريقه غريبه، وسكرينات وفيديوهات عبيطه جدا. والمسلسل السابع معانا هو اسمه اللون الازرق، وده من بطوله احمد رزق واحمد بدير وجمانه مراد ونجلاء بدر، وده من تاليف مريم نعوم اللي هي بتالف اغلب المسلسلات او كل المسلسلات تقريبا بتاعه امينه خليل. فده له يعني دي الحاجه الوحيده المنوره كده اللي ممكن تحسسك ان المسلسل ده فيه حاجه، ولكن المسلسل ده برضه محدش اتكلم عنه ولا حد قال اي حاجه عن المسلسل ده لحد دلوقتي. والمسلسل الثامن معانا هو مسلسل اسمه روج اسود، وده ممكن تكون سمعت عنه شويه على السوشيال ميديا، ان ده من بطوله رانيا يوسف وداليا مصطفى وفرح الزاهد ومي سليم واللقاء الخميسي. والمسلسلات اللي بتبقى قائمه على البطلات الستات بس، دايما هتلاقي قصه مثلا زنا محارم، واحده بتخون جوزها، واحد بيخون مراته، واحده جوزها بيتفرج على افلام مش عارف مالها، دايما هتلاقيها ما بتخرجش بره الزون دي. انت لابسه ايه يا غاده دلوقتي؟ قالت لي انا لابسه تريننج، قلت لها بترينج حط شبشب في رجلك وعايز اسمع باب الشقه. وخصوصا ان مؤلف المسلسل ده ايمن سليم هو اللي كان كاتب مسلسل ازمه منتصف العمر اللي هو كان بتاع كريم فهمي ورنا رئيس، ان هو كان طالع بيحب مرات ابوها، عارفين انتوا القصص دي. فانا متوقع من غير ما اتفرج على المسلسل ده ان 90% من القصص بتاعته هي عامله كده. والمسلسل التاسع هو كان بالنسبه لي مفاجاه بصراحه، وهو على قد الحب، وده بتاع نيلي كريم وشريف سلامه. ان المسلسل ده مش هتسمع عنه اي حاجه، مع ان نيلي كريم يعني اسم تقيل، ان هي كانت كل سنه مسلسلها بينزل بيعمل بقى حوارات، سواء الناس بتهاجمه وبتشكر فيه، بيتكلم عن مشكله ما بيتكلمش عن حاجه، يعني كان اسمها ليه تقله. تحس ان هي نازله السنه دي محدش حاسس بيها. يعني حتى الناس اللي عملت مراجعات المسلسلات، ان انا كنت من كام يوم بتفرج على بودكاست كده او حد بيتكلموا على كل مسلسلات رمضان، اتكلموا على كل الناس ما عدا المسلسل بتاع نيلي كريم. وعلى فكره المسلسل بيتعرض على CBC، يعني قناه متشافه، لكن الاعلان بتاع المسلسل اصلا نازل على اليوتيوب ما كملش ال 20,000 مشاهده. تحس المسلسل نيلي كريم ده عامل شبه مسلسلات امير كرارة اللي ما بيطلعش فيها ظابط، زي مسلسل سور كانتو ده، ان هو المسلسل ده اتعمل من سنتين والنجم برضه اسم كبير، ولا حد اتكلم عن المسلسل ده، ولا حد شتم في المسلسل ده، ولا حد عقب عليه حتى، والمسلسل عدى كده من غير ما حد يحس بيه. والمسلسل العاشر والاخير معانا وهو مسلسل اسمه 11%، وده ميكس مصري خليجي سعودي اماراتي، ان هو من بطوله ممثلين خلايجه، معاهم في البطوله احمد بدير وطاهر ابو ليلى، وانا متاكد ان هو واخدينه في المسلسل ده عشان يقعدوا يتريقوا على طريقه كلامه بس من غير ما اتفرج، وانا تقريبا اصلا ما لقيتش المسلسل ده. ودايما الميكس المصري الخليجي ده ما بينجحش، يعني ولا هينجح في مصر ولا هينجح في الدوله التانية. وعايزين نبقى نعمل فيديو هنتكلم على المسلسلات اللي هي بتتعمل بالخلطه دي، او في الافلام اللي بتبقى جامعه ممثلين خلايجه على ممثلين مصريين. وخلاص كده قائمه ال10 مسلسلات خلصت معانا النهارده. لو انت اتفرجت على مسلسل من ال10 دول يا ريت تقول لنا وتشاركنا برايك هل المسلسل عجبك ولا لا. وبس كده، لو انت بقى الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش.